بثلاثية نظيفة النادي الأهلي يدهس وش نادي الزمالك. يدهس وش نادي الزمالك. قلت لكم قبل المباراة، والله العظيم أنا قلتها قبل المباراة. عملت فيديو على الفيسبوك، على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، قلت لك يا زملكاوي يا بائس يا محلي، قلت لك رغم الأداء الكارثي اللي النادي الأهلي بيقدمه إلا إنك لازم تخاف منه وتترعب منه وتعمل له ألف حساب. وانا شفت ده من زملكاويه على السوشيال ميديا بيدعوا ربنا، في ناس سهرت للفجر ودعت وقت اذان الفجر ان هم يكسبوا الاهلي. عامل لك رعب، انا عامل لك رعب. انت شايفني بتهزم من فرق وبتعادل مع فرق والدنيا بايظه عندي واداء وحش والدنيا بايظه، رغم كده انت زعلان، رغم كده انت خايف مني ومرعوب مني، مرعوب من النادي الاهلي لان هو البعبع بتاعك. يا ابني يا حبيبي، يا حبيبي عزيزي الزملكاوي اللذيذ المسكر الامور، عايز اقول لك ان انا في اسوأ حالاتي بعرف احط عليك، ان انا في اسوأ حالاتي بعرف ادوس على وشك. انا بعبع افريقيا يا ابني، ومش معنى ان انا وقعت موسم يبقى كده خلاص الموضوع انتهى. كويس ان انا بقع موسم بعد 5-6 مواسم كويسين، ده حاجه كويسه، دي حاجه على جنب لوحديها. يمكن انا بقع موسم كل 6-7 مواسم، انما انت بتطلع موسم كل 6-7 مواسم. يا ابني فكر قبل ما تحفل وقبل ما تفرح وقبل ما تنبسط. من حقك تنبسط، ما بقولكش ما تنبسطش، لا انبسط يا حبيبي وزيط وزيط وهيص واعمل كل اللي نفسك فيه، بس مش على اسيادك، مش على اسيادك. بثلاثيه حلوه ونظيفه وجميله، هدف اول لاشرف بن شرقي، ويليه هدف اروع للشحات، ويليه هدف اروع واروع اللي برضه اشرف بن شرقي، اللي سبحان الله ما بيفوقش غير على ماتشات الزمالك. اشرف بن شرقي بالمناسبه اللي ما بنشوفوش بيلعب بشكل كويس غير في ماتشات الزمالك، ده بيحب يحط عليكم، بيحب يحط عليكم دايما اشرف بن شرقي. يعني انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه، بهدوء كده وبالراحه وبهدوء وبسلاسه عرفت اكسبك 3-0. ثلاثيه نظيفه مع الرأفة، والله يا ابني مع الرأفة، اقسم بالله اللعيبه دي لو كانت ركزت شويه كمان، او لو كانت الروح دي شدت عليهم شويه كانوا طلعوك من الماتش 4-5-0. ومش باين كنا نحقق المعجزه القديمه ونخلصها 6-0 بدل 6-1. يا ابني انت اسهل فريق، انت اسهل فريق ليا، انا ما بعملكش حساب، انا بعمل حساب لاي نادي بلعبه، اي نادي بلعبه بقى، مصري، انبي، بيراميدز، والله يا واد بص لو بنلعب مين، لو بنلعب مين بنعمل له حساب. انما انت اسهل نادي بالنسبه لنا، انت اسهل فريق انتوا فرقه فاضيه، انتوا بالنسبه للاهلي فرقه فاضيه. انتوا التيشيرت الاحمر ده بيعمل لكم، بيجيب لكم اسهال، بيجيب لكم اسهال. عشان كده لعيبه الاهلي النهارده لبست لكم التيشيرت الاحمر والشورت الاحمر، لان اللون الاحمر بيجيب لكم ايه، بيجيب لكم زهايمر، ما تفهمش. التيشيرت الاحمر عامل لكم عقده في حياتكم. فانت بقى تاخد دوري ما تاخدش دوري، اللي انت عايز تعمله اعمله. انا حاطط عليك رايح جاي، حاطط عليك رايح جاي، 2-0 دور اول و3-0 دور تاني. يعني انا مش عارف اعمل معاك ايه تاني، مش عارف اعمل معاك ايه تاني. يكفيني نظره، يعني الفيديوهات اللي شفتها لكم على السوشيال ميديا والخوف والرعب اللي انتم مرعوبينه من النادي الاهلي على السوشيال ميديا، والله فرحتني وبسطتني قوي، فرحتني وبسطتني قوي لما الاقيك بتدعي كده ان انت تكسب النادي الاهلي او تعدي بسلام مع النادي الاهلي. قلت لك قبل المباراه ادعي ربنا ان انت تفلت من تحت ايد الاهلي بتعادل، تفلت بس من تحت ايد النادي الاهلي بتعادل. خد بقى الدوري ما تاخدوش، انا حاطط عليك رايح جاي، مع العلم خدها مني كلمه، انت مش هتشم الدوري ده، انت مش هتشم الدوري ده يا بوابين. تحياتي ليكوا، سلام عليكم.